بنت مراهقة بيستحوذ على جسمها وروحها الشيطان وبتعمل جرائم كتير ومحدش بيشك فيها بسبب انها بنت بريئة، فدايما بتكون الضحية. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. ايما بنت عايشة مع عمتها انجلا وجوزها روب بعد موت افراد عيلتها كلهم، وعلى الفطار بتلاحظ ايما ان روب وانجلا عايزين ياخدوا راحتهم مع بعض شوية، بس مكسوفين من ايما اللي دايما بتكون بتراقب كل تحركاتهم بحرص. ولما روب بيسأل ايما عن مستواها في المدرسة بتجاوبه بثقة عمياء انها اشطر واحدة في المدرسة، وبتقولها بغرور شديد. وانجلا بعدها بتعرف ايما عن نيتهم لنقلها لمدرسة داخلية للمتفوقين، وهتقدر في الويك اند تقضي اجازتها مع انجلا. لكن ايما بتكون متضايقة، وفي الفصل بنشوف ان ايما فعلا شكلها مثالي وفعلا اشطر بنت، وبتدخل عليهم بنت للفصل جديدة اسمها كيت. وبعدها بتدخل ايما مع صاحبتها ستيفاني صف الرأس، لكن ستيفاني بتكون موهوبة جدا اكتر منها، وبسبب ده المدرسة بترشحها لدور البطولة في فرقة الرقص اللي جاية. وبسبب نرجسية ايما بتقعد تتمرن بعد الصف علشان تبقى اشطر منها وتكون احسن راقصة. وفي البيت انجلا وروب بيتخانقوا بسبب اهمال روب اللي ساب باب البيت مفتوح وابنهم كان طالع منه وهينط في حمام السباحة، لكنه بيعرفها ان الباب ده كان مقفول من ثواني، بس هي مش بتصدقه. وتاني يوم ايما بتقعد مع ستيفاني واصحابهم في المدرسة، ولما بيشوفوا كانت الطالبة الجديدة قاعدة لوحدها بتقرر ايما ان هي تروح تعرض عليها ان هم يقعدوا معاها. لكن كانت بتفاجئها بردة فعلها وبتقول لها ان هي مش عايزة تقعد معاها وان هي عارفاها من زمان قوي وعارفة عنها كل حاجة تقريبا. فبتتراجع ايما لسبب غريب وبترجع تقعد مع اصحابها. وفي البيت روب بيلاقي سكينته موجودة في اوضة ايما وبيبتدي يشك فيها. وبعدها روب وانجلا بيعرفوا ايما ان هي اتقبلت خلاص في المدرسة الداخلية بتاعة المتفوقين، وبتقعد تمثل عليهم ان هي منبهرة جدا وان هي مبسوطة بالخبر ده. لكن لما بترجع لغرفتها بتكون غضبانة جدا وبتحاول تكتم غضبها. وبالليل وهي نايمة بتحلم بالبيت بيتحرق وهي بتراقب كل اللي بيموتوا فيه، وبنتفاجئ ان هي بتكون سعيدة. وتاني يوم في المدرسة بتروح كات علشان تقعد مع ايما وصاحباتها وبتتعرف عليهم، وبيبان ان هي ودودة جدا ما عدا ايما، وبتعرفهم ان هي جارتها من زمان قوي يمكن من اكتر من 10 سنين. لكن ايما هي اللي مش فاكراها، بس هي بتكون عارفاها كويس وعارفة كل حاجة عنها. ولما بترجع البيت انجلا بتسيب الاكل على النار لروب لغاية ما تشوف ابنها وهو بيعيط، وروب بيطلب بعدها من ايما تشوفه علشان جاله تليفون مهم. وهنا ايما بتولع في الاكل، ولما بترجع انجلا بتزعق لروب اللي بيرمي اللوم كله على ايما على اللي عملته في الاكل ده. كالعاده لا، انجلا بتاخد صف ايما بنت اخوها، ولما بتطلع لغرفتها ايما بتاخد مقابلات مع دكتوره نفسيه وبتعرفها انها لازم تعتذر لروب عن اللي عملته، وبتنزل فعلا علشان تعتذر له. وبالليل بتروح علشان تبات عند ستيفاني صاحبتها، ولما بتوصل عندها بتعرفها ام ستيفاني ان روب نقلوه المستشفى بسبب حادثه في الجراج عنده. ولما بتوصل لانجلا بتعرفها ان الكوريك كان عطلان بتاع العربيه ووقعت عليه وهو بيصلحها تحتها، وبعدها هو دلوقتي في غيبوبه وعنده شويه كسور. ولما بيفوق بيكتب لانجلا اسم ايما على ورقه، لكنها بتفتكر انه بيطمن عليها. ولما انجلا بتعرف ايما بان روب فاق وبيسال عليها بترتبك جدا وبتسالها اذا كان فاكر اي حاجة عن الحادثة، لكنها بتقول لها ان هي مش فاكر اي حاجة عن اللي حصل. وفي المدرسة ستيفاني بتغيب عن يوم انتخاب بطلة فرقة الرقص بسبب موت كلبها اللي اتقتل في الغابة، وبالرغم عن كده برضو بتكسب المنصب وبتكون هي بطلة الفرقة اللي جاية. وفي البيت بيكون روب رجع بس مش بيقدر يتحرك. وفي المدرسة كيت بتعرف من ايما ان هي عارفة عنها كل حاجة من زمان وعارفة تاريخها الاجرامي، وان هي اللي قتلت عيلتها وولعت في بيتهم زمان، وان هي الوحيدة اللي شافت كل الجرايم دي، بس ما قدرتش تتكلم ساعتها لان هي طفلة. لكن دلوقتي هي كبرت وعرفت. لكن ايما بتستفزها لغاية ما كيت بتضربها بالقلم وفي مدرس بيحجز ما بينهم. وبنعرف ان ستيفاني جالها حالة صرع بعد ما بنت خطفت كلبها وقتلته في الغابة، وبتكون الكاميرات مصوراها بس مش جايبة وشها. وبتشوف انجلا الفيديو ده وبتعرف انها ايما. وفي المدرسة بتدخل ستيفاني في نوبة صرع بس مش بيلاقوا الدواء بتاعها في شنطتها وما بيقدروش يسعفوها ساعتها وبتموت. وبالليل انجلا بتواجه بنت اخوها بسرقة الكلب وان هي عارفة ان هي اللي كانت في الفيديو، فبتعرفها ان هي بس كانت بتغير منها علشان كده سرقت الكلب بتاعها ودخلت بيه الغابة وسابته هناك، بس ما قتلتهوش ولا ليها علاقة بقتل صاحبتها اصلا. وطبعا انجلا كالعادة بتصدقها. ولما بيعرف روب اللي حصل بيقرر يواجه ايما وبيعرفها انه فاكر كويس وعارف ان هي السبب في اللي حصل له، وبيعرفها انه مش هيقول حاجة لانجلا
علشان ما يجرحهاش، لانه عارف ان هي بتحب ايما كويس، وده قصاد ان هي تروح للمدرسه الداخليه في هدوء. وبتوافقوا ايما، وتاني يوم انجلا بتاخد ابنها وتخرج وبتسيب روب في البيت، وبتكلم ايما كيت وبتعتذر لها وبتطلب منها ان هي تجيلها علشان تقعد معاها وتعترف لها بالكل اللي فات ويتصالحوا بقى. وبتروح لها كيت فعلا وبتديها مشروب سخن وبتعترف لها بكل الجرائم اللي عملتها من زمان، من قتل جيرانها واهلها لغايه دلوقتي. ولما بتخلص كيت مشروبها بتموت فعلا، لان ايما حطت لها سم فيه. وبتكلم الشرطه وبتعرفهم ان هي عزمت كيت صاحبتها للبيت لكنها ولعت فيه دلوقتي. وطبعا بتولع في الدور العلوي وبتسحب روب عن طريق صوت ابنه للدور اللي فوق، لكنه بيكتشف خدعه ايما وما بيقدرش ينزل تاني من على السلم بسبب الدخان. وبتطلع ايما لبره البيت وبتوصل انجلا ساعتها مع ابنها في العربيه، وبتعرف ايما ان هي مختله نفسيا وان هي كانت لازم تعرف ده من زمان لما ابوها قال لها كده قبل ما يموت. وبتطلع علشان تنقذ روب لكنه بيكون مغمى عليه، وبتسيب ابنها في العربية وما بتقدرش تنقذه وبتتخنق وتموت هي وروب في الدخان بتاع الحريق. وبعدها بتعيش ايما مع ابن انجلا في دار ايتام، وهي لسه راسمة وش البريئة والمثالية على كل اللي حواليها. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.